السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم سراج منير من قناة سمارت وولد آي كيو. في هذه الحلقة سوف نتعرف على أهم ثيمات الوتر بورد، وإن شاء الله بحلقة أخرى راح تنزل على هاي الحلقة ثيمات الدريم بورد. هسه نجي أول شي ثيمات الوينتر بورد. نروح لازم عندك جيلي بريك، نروح للجيلي بريك أو السيدي، ننتظر فتح السيدي، نروح على المانج سورسز. اوكي، الثيمات موجودة في سورس لافابل، هو اللي هو cd دوت I love شخطة apple دوت كوم سلاش. إضافة السورس نقرأ على edit add، نضيف السورس ونقول له edit add source. أنا طبعا ضايفه، نقول له done. الآن نروح البحث، ننتظر تكتب البحث ايكون، عفوا ايكون. هات لحظة، أنا طبعا محمله، مو يعني حجمه كثير. بعد تحميله نروح للوينتر بورد. إذا تنزل الوينتر بورد يصير أخف، وإذا ما منزله ينزل هو الوينتر بورد. نطلع الوينتر بورد، تلاحظ في هذا واجهة الوينتر بورد نقول له select theme، وتلاحظ نروح نشوف كلمة ايكون. هذا كلمة ايكون، نضغط على فقط نحدد الثيمات فقط الايكون هذه ما مكتوب عليها ايكون. تلاحظون ما مكتوب عليها ايكون، فما نفعلها. بعد ما تفعلتها نخرج، راح يسوي سبرينج بورد، يعني إعادة تشغيل الجهاز. ننتظر. أحب أنا من ما يشتغل الجهاز، إذا تحبون زوروا صفحتنا على الفيسبوك، facebook.com/smartworldiq، وقناتنا على اليوتيوب youtube.com/smartworldiq. طبعا فتح. اوكي، تلاحظون تغير شكل الايفون. تلاحظون اول شي القفل، تلاحظون هاي مال القفل تغيرت للأصغر. اوكي، تلاحظون الفيسبوك شكله، الواتساب شكله، الميل شكله، السفاري، الكاميرا، الميوزك، الفيديو، الفوتو، والتقويم، والمسج، والوذر، والنوت. هسه نروح للسيتنج، نشوف أيضا السيتنج في شغلات متغيرة. تلاحظ تغيير مال وضع الطائرة، والواي فاي، والبلوتوث، تغيير يعني ايقونات شكل مالاتن. تلاحظ. اوكي، هذا أول ثيم. عندنا ثاني ثيم أيضا حلو، عفوا نروح للوينتر بورد. ثاني ثيم اسمه بايكون. البايكون هم يتحمل من السيدي. نروح للسيدي، ونفس السورس على بابل. باي كون، تلاحظون هذا بايكون أيضا حجمه مو كثير. راح نضغط، انتم يطلع عندكم انستول، انا يطلع عندي لان محمله ما يطلع عندي انستول. نروح بعد تحميله كذلك نروح للوينتر بورد، نقول له select theme. إذا كان عندك تسوي غير ثيم فتلغيه، يعني مثل سوينا احنا الأيكون نلغيه لأن راح يصير تضارب وأعتقد يضرب الجهاز. نروح على البايكون، نحدد بس فقط البايكون.
ونخرج. راح يسوي سبرينج بورد. ننتظر. انفتح. راح تلاحظ بعد الفتح تغيير هم أيضا القفل إلى هذا الشكل. تلاحظونه. أوكي، الآن نفتحه. تلاحظون هذا الثيم أيضا. تلاحظون خلفية الثيم ساعة، وهنا المكان للواي فاي، تغيير شكل الواي فاي تلاحظونه، وأيضا الشحن، وكذلك بعض الإيقونات مثل المسج، التقويم، والفوتو، والفيديو، والوذر، والنوت، والحاسبة، والأب ستور، والآيتونز، والسفارة أيضا، عفوا، وشغلات حلوة. الفيسبوك أيضا تلاحظونه. كذلك السيتنج تلاحظها. ندخل على السيتنج ونشوف أيضا هم تغييرات فيه. تلاحظ تغييرات فيه أيضا. اوكي. ان شاء الله الشرح كان حلو. كان لكم اخوكم سراج منير من سمارت وورلد اي كيو. ان شاء الله الفيديو الجاي اشرح لكم اهم سمات الدريم بورد. انا طبعا ثيم عندي، او اقدر اسوي اكثر في ثيمات، بس يعني اهم الثيمات راح اعطيكم اياها. لا تنسون اللايك والفيفورت والسبسكرايب. تعليقاتكم نقراها جميعا. انتقاداتكم ايضا، لايك ديسلايك عادي. تحبون تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، facebook.com/smartworldiq. قناتي على اليوتيوب، youtube.com/smartworldiq. كان معكم أخوكم سراج منير، وشكرا.